البنات اليوم جبتكم وصفة تاع زمان، هي الموكا. قاطو الموكا بطريقة سهلة وناجحة من أول استعمال ومقادير اقتصادية. نبداو على بركة الله. عندي 4 حبات بيض، ضفت لهم كاس سكر ونطلعهم بالباطو. لهنا نخدم لاجينوس تاعي، ندرب مليح حتى يتضاعف الحجم تاعو يولي لي كلير في لاكولا. بعدها نروح نضيف مغرف ليكستري فاني، ونروح نضيف كاس تاع فرينه، نحطه بالعقل وندرب ونضيف الفرينه حتى نكمل هذاك الكاس. بعدها نروح نضيف نص باكي تاع خميره كيميائيه ونكمل نضرب كاع، ونروح نفرغه في سنيوات تاع 30 سنتيمتر على 25، نطيبها 10 دقائق على 160 درجه. بعدها نروح نخدم كريمه الزبده، ندير 250 غرام زبده طريه مع 250 سكر كلاصي، نطلعهم مليح بالباطو ونضيف لهم نص كاس زيت وندير بالعقل وندرب. بعدها نروح نضيف نص كاس لاكريم شونتيي، ندرب مليح الكريمه تاعي، نروح نقسمها على زوج. النصف الاخر نضيف له كاوكاو يكون محمص ومرحي. بعد ما طابت لي لاجينواز تاعي نروح نقطعها على شكل دوائر كما راكم تشوفوا، ونروح نشربها بالسيرو. السيرو اللي خدمته بكاس ماء وكاس سكر، ونخليهم يغلي حوالي 10 دقائق ونطفي عليهم. بعد ما شربتها نروح نضيف لها مغرف تاع الكريمه الزبده اللي درت فيها الكاوكاو، ونزيد لها طبقه ثانيه ونشربها مليح، لازم تشرب مليح، ونضيف لها الكريمه كما راكم تشوفوا، ونروح نعمر الجوانب بالكريمه كما راكم تشوفوا، ونروح نديرها في الكاوكاو محمص، يكون محمص مليح ومرحي متوسط. نروح نجيب الكريمه اللي كنت عمرتها في لابوش ونسقمها من الفوق باش تجي على شكل شباب، ندير لها مغرف معجون من الفوق تاع الفخاز ولا تاع المشماش، نتوما واش حبيتوا. حطوها في الثلاجه وخلوها تبرد، بعدها تكون واجده. ما تنسوش البنات دعموني في قناتي. سلام.